تعالوا يا أصحابي إحنا محتاجين نعمل مجتمع كده يجمع كل اللي اتربوا في دول الخليج. جيل التسعينات الطيبين هحكي لكم القصة بتاعتنا عشان نحس بالونس والمشاركة، وفي نفس الوقت الناس تعرف قصتنا وإحساسنا يمكن يفهموا اختلافنا. القصة بتبدأ بإنك بتبتدي تتعرف على العالم في مجتمع مسالم، مفيش دوشة، مفيش صعوبة أو بهدلة. ألعابك كلها جوه البيت، فبالتالي متاح ليك ألعاب جميلة قوي وبريئة. محلات بيع الألعاب كانت حوار، مغرية جدا وبيعملوا تخفيضات. شرايط الكاسيت اللي فيها أغاني محمد فوزي وأغاني الأطفال عموما كانت طفرة، وكنا بنحس إنها بتعيشنا أجواء مصر زي ما كانت في خيالنا. ملحوظة: مصر بالنسبة لنا كانت الفسحة المبهرة اللي بنستعد ليها وبنحبها وبنستناها. الجيران كل واحد في حاله، بس جارتك المصرية اللي ولادها في سن ولادك هي أكتر حاجة بتونسك. ولو حظك حلو جيرانك السعوديين يكونوا طيبين. أنا فاكرة كانوا بيعملوا حلقة تحفيظ قرآن ودروس دينية للبنات الصغيرين اللي هم احنا يعني، بيجمعوا كل بنات العمارة ويعرفوهم على بعض ويعملوا لهم ضيافة حلوة. طبعا كل واحدة بتلبس وتتشيك براحتها. حتى المدرسة كانت حلوة قوي، المدرسات والمديرة حريصين يعملوا أنشطة ومسابقات، وبيهتموا بالإذاعة المدرسية، وبيطلعوا رحلات، بيعملوا ديش بارتي أو بيسموه يوم مفتوح. فلو احنا بنلتزم بزي المدرسة طول الشهر، فاليوم المفتوح ده بنعمل شعرنا ومبيكونش فيه حصص خالص، هو حفلة نسائية جماعية. ما كناش بنشغل أغاني بس بنتبسط. المقصف أو الكانتين، ليز بقى وسنتوب والمراعي ولوزين وسودان ولبان بطوق ونوفا وأولكر وآيس كريم السعودية. يوم الجمعة هو اليوم اللي المفروض نجيب فيه طلبات البيت من المول عشان تبقى خروجة برضه، أو نروح الكورنيش الصبح نفطر ونلعب. لما كبرنا شوية بقت خروجة الكورنيش دي أروش خروجة، بس بالليل بقى عشان نقابل صحابنا البنات. ولو واحدة عايزة تعمل عيد ميلادها بتحجز أوضة مقفولة مخصوصة، ونروح كلنا في فساتين وفي كامل أناقتنا، ونهيص ونخلص احتفالنا ونطلع بالعبايات عادي جدا. المصريين بيونسوا بعض قوي وبيكونوا كتير، بس كمان دول الخليج بتعرفك على جنسيات تانية كتير. كل واحد بيتكلم بلهجته وكلنا بنتعامل عادي فاهمين بعض. مكتبة جرير كانت أكتر مكان بياخد روحي كده، كبيرة وفيها كل الأقسام، فيها كل حاجة، كل حاجة متنظمة وكل حاجة هادية. لما بننزل نشتري من السوق اللي هو بيبقى شارع كبير مليان محلات، كانت الست ليها احترام. العربيات تستنى الستات تعدي حتى لو ماشيين براحتهم، الناس توسع عشان محدش يخبط، العاملين في المحلات ما بيبصوش. البخور والقرآن في كل مكان، الاحتياجات الشخصية للستات في مكان لوحده واللي واقفين فيه ستات. واحنا صغيرين جدة كانت بالنسبة لنا زي الساحل كده أو دبي، اللي هو المكان اللي فيه محلات أكتر وفيه مصريين أكتر وفيه شوبينج أكتر. مكة كان أكتر طريق سفر بحبه. في الأول كان بيبقى طريق الهدى، طريق طريق في جبل بتلف حوالين الجبل وتقابل القرود وبطنك تتقلب لغاية أما توصل. بلد طيبة جوها حلو ومريح، مليانة حمام في كل حتة، بتقابل فيها جنسيات مش زي اللي في المدرسة، جنسيات بتنطق العربي بالعافية، وكلهم بصوت مسموع بيدعوا ويكبروا ويهللوا أثناء الطواف حوالين الكعبة. كنت بحب إني بمشي جوه الحرم من غير جزمة، منك للأرض، ومية زمزم ساقعة السقوعية الحلوة طول الوقت. نظافة المكان على أعلى مستوى طول الوقت، والأمن بينظم الناس وبيساعدهم بكرم وحب. المدينة المنورة بعيدة، مش كل مرة بنقدر نروحها، بس تحسها الركن البعيد الهادي، ليها إحساس تاني. مش زحمة، بلد هادية حتى في أسواقها. روحانيات في مكة والمدينة بتتضرب في مليون، قلبك بيخشع بره إرادتك سواء أردت أو لأ، ودموعك برضو. الهيبة والعظمة مفيش كلام يوصفها. لما تقرب من الكعبة وتلمسها كأنك دقت نعيم من الجنة في ثواني، وريحة المسك تفضل في إيدك تفكرك باللحظات دي. قبر الرسول عليه الصلاة والسلام كأن في نور في المكان بتحسه في قلبك، بتحس إنه سامعك وفرحان بيك إنك من أمته. شوف مهما تعمل وتوصل وتجمع ما يسواش لحظة عند الكعبة. طول عمري نفسي أعيش هناك عشان أفضل حاسة الإحساس ده ومفيش حاجة تلهيني عنه. تربية دول الخليج والسعودية خصوصا مبنية على تقوى الله، الرقي في الأخلاق، تعدد المواهب، طيبة القلب ونقائه، السلكان وحسن النية. احنا تعبنا قوي عشان نقدر نتعامل مع تشغيل الدماغ والتلاعب والاستغلال والمحدودية، وإن ربنا بره المعادلة.
وأصول التعامل مع الست، والتداخل ما بين الراجل والست بدون حدود، والأغاني في أماكن أكل العيش وفي الجواز وفي أي مناسبة سعيدة أو حزينة أو بدون مناسبة. المعاناة بدأت لما خرجنا بره المجتمع ده، ويمكن لسه في ناس بتعاني. بقينا بندور على بعض وما بنرتاحش غير للي شبهنا. احنا دلوقتي مش لاقيين المجتمع ده لا هنا ولا هناك، وقت ما كانت اللغة العربية أهم وأجمل وليها لذة عن أي لغة تانية، وقت ما كان في تعليم مش تعقيد. الحمد لله اتربينا صح وعشنا طفولة بجد ومراهقة موزونة. يمكن حاسين إن احنا تايهين في الدنيا، توهة إن قليلين اللي شبهك، مش توهة إنك ضايع وضال. بالعكس، انت نفسك توجد المجتمع ده تاني لأولادك على الأقل. الحكاية فيها تفاصيل أكتر من كده جوه كل واحد فينا. بتمنى تشاركوني ونلاقي بعض. وسلام.